بعد ما كليتو في العرس بنتو بقات في فمي وقلت لازم نعاودو ما تفهموه كاطو بريستيج ولا بني ونبذوق القهوه ما يجيش خلاص حلو ومقرمش ويتعلك وبنت القهوه باينه فيه لازم تجربوه في العيد. اول حاجه نطلع قهوه براس نورمال وانا حاليا راني نستعمل في فيزا دير غير 20 ميل وجهي ثقيله وبنينه طلعتها نورمال وخليتها بجهه ونجي ندير لاكاناش اللي فيه 150 غرام شوكولا بلون وكريم فريش سخونه مع مغرس صغيره زبده ونص فنجان من قهوه فيزا وشويه شوكولا اولي للون ونطلعهم بالبراميكسور ونخليهم يبردوا. من جهه نخلط لافيتين مع شويه لوز وكيلا جوز وشويه قهوه سريعه الذوبان ونجمعهم بالغاناش. نصيحه من عندي لاكاناش خليوها تبات الليله كامله باش تتماسك. انا كنت شويه مزروبه المهم ذوبت شوكولا بلون درت لها شويه من شوكولا اولي باش نتحصل على هذا اللون الجميل. وفي مول السيليكون درت طبقه من شوكولا وكي جمدت الطبقه الثانيه ومن بعد درت طبقه من الكراميل باسكو قلت لكم الكاطو ماهوش خلاص حلو ومن بعد درت الحشو وغلقت عليه بطبقه رقيقه من الشوكولا. وكي تجمد الشوكولا راح نديمو ليه بكل سهوله. هذا المول تاع السيليكون الخدمه فيه بزاف سهله. المهم راح نكتب لكم المقادير تاع 15 حبه تحت الفيديو نتوما غير تسجلوها عندكم وما بقى لي غير نحطو في الكيسات. خيرت اللون القهوي باش يكاسي اللون وشوفوا كيفاش جا بنه وتقرميشه وتاليكا ما تتعاودش لازم تجربوه. وهذا ما كان.